العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتطوير قدرات المرأة. دعم الصوم في أقردات. نجاح التشجير في عد مركجة. الجفاف الحاد يهدد منطقة القرن الإفريقي بمجاعة. إسرائيل تنفذ غارات جوية على قطاع غزة قضاة عملية عسكرية دامية في نابلس. بايدن يؤكد أهمية الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. مرحبا بكم. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخأ تسفا ميكائيل لدى لقائها العاملات في مجال التعليم والصحة في يوم 20 من فبراير في عصب المرأة المهنية للتفاني في العمل وتطور القدرات. وقالت إن الاتحاد الوطني للمرأة يعمل بالتعاون مع شركاء لمحو الأمية المرأة واكتساب المعرفة في مختلف المجالات المهنية، ودعت للتفاني والإخلاص التي تتطلبها مهنة التعليم والصحة، وطالبت المشاركات للدفع بأنشطة تمكين المرأة وتأهيلها لرفع إنتاجيتها. قدمت الجمعية الوطنية للصوم دعما عينيا لطلاب الصوم الذين يتابعون التعليم قبل نظامي في مدرسة أغردات الداخلية، قادمين من مديريات تسني وأعالي القاش وبارنتو وأغردات وفورتو ساوا وهايكوتا. شملت دعم اللوازم الدراسية والملابس ومواد النظافة. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل الأزار أن المدرسة افتتحت في العام الدراسي 2022-2023 بعد تقديم التدريب في لغة الإشارة ل8 معلمين، وتستقبل 16 طالب بينهم 7 إناث. وذكر أن عدم وجود مدرسة للصوم في إقليم القاش باركا كان يجبر الأسر لإرسال أبنائها إلى الأقاليم الأخرى. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للصوم السيد والد ميكائيل سألي أن الصوم لديهم قدرة اكتساب المعرفة إذا وجدوا الفرصة التعليمية، داعيا أولياء الأمور للاستفادة الجيدة من هذه الفرصة. وأشاد أولياء الأمور بالخطوة المتخذة لفتح مدرسة للصوم في أقردات. أفادت إدارة ضاحية عدي مركجة في مديرية إمن حيلي بأن أنشطة التشجير الجارية في الضاحية تحقق نتائج مرضية. وأوضحت بأن شتول الأشجار التي غرسها المواطنون عام 2020 نمت جيدا، وحقق التشجير في المنازل أيضا نتائج مشجعة. وقال مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد منقس طعمي إن مبادرة التشجير التي قام بها السكان عام 2000 بغرس 18,000 شجرة وصلت حاليا لحوالي 40,000 شجرة. من جانبها أشاد المدير الإداري والمالي في مديرية إمن حيلي السيد كيداني تخلى مريم بمبادرة التشجير التي يقوم بها سكان عاد مركجة للتنمية الخضراء. قدمت مدرسة عنوبر الابتدائية والمتوسطة في مديرية عالدقيح تشجيع 26 من طلابها المتفوقين الحائزين على نقاط عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2021-2022. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ لؤول محاري أن الهدف من عملية تكريم الطلاب هو تشجيع الطلاب وإحداث المنافسة الشريفة بين الطلاب. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بين التسفاي أن تكريم الطلاب تعتبر الأولى في مديرية عالدقيح، معربا عن ثقته ليكون له مردود جيد. وأكد الطلاب أن التكريم الذي حصلوا عليه يدفعهم لمزيد من النجاح والتفوق التعليمي. تبرع المواطنون في الداخل والمهجر بأكثر من نصف مليون يورو وأكثر من 95,000 دولار وحوالي 60,000 نقفة لمختلف المجالات.
وتبرع الإريتريون في ألمانيا بمبلغ 547,045 يورو لإنجاح برامج التنمية الوطنية. وتبرعت الجالية الإريترية في أستراليا ونيوزيلندا ب95,216 دولار لإعالة 132 أسرة شهيد لعامين. وتبرع طلاب ومعلمو مدرسة حالاي ب24,000 نقفة مواصلة لتبرعاتهم السابقة. وتبرعت السيدة تقحنا جلاسجي ب20,000 نقفة، والسيدة مبرات حاجوس 10,024 نقفة، وأسرة برخة أرأيا المقيمة في نيوزيلندا ب5,500 نقفة. استشهد المناضل إبراهيم عبد القادر عن عمر 87 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل إبراهيم عبد القادر بصفوف جبهة التحرير الإريترية في شهر يناير 1972، وانضم في شهر يوليو عام 1977 إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. المناضل إبراهيم عبد القادر متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه عصر يوم 22 من فبراير في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية التي كان تحت إشرافها لإعاقته عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل إبراهيم عبد القادر، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. فاصل ونعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، تواجه منطقة القرن الإفريقي موجة جفاف حادة قد تكون الأسوأ منذ عام 2011 بحسب ما كشف مركز مناخي أفريقي. ووفقا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية الإفريقية، فإن موجة الجفاف التي يشهدها القرن الإفريقي تخطت تلك التي شهدتها المنطقة عام 2011 وأودت بحياة الآلاف. وقال المركز التابع للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إنه من المتوقع أن يشهد موسم الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تساقطات أقل من المعدل الطبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة. وتساهم المتساقطات التي تهطل خلال موسم الأمطار بنسبة كبيرة تصل إلى 60% من إجمالي الهطولات المطرية خلال العام بأسره في منطقة القرن الإفريقي. وتأتي هذه التوقعات لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالة الإغاثة الإنسانية من أن هذا الجفاف غير المسبوق من حيث المدة والشدة يمكن أن يتسبب بسرعة في كارثة إنسانية. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قارات على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل. واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس قرب مخيم الشاطئ في شمال غرب غزة، كما قصفت موقع آخر في وسط القطاع. وسبق القارات الإسرائيلية بساعتين تقريبا إطلاق 8 صواريخ 6 صواريخ حسب إسرائيل من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع بحسب شهود عيان. وأفاد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي إن عناصر حركتها أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس في شمال الضفة الغربية، حيث قتل 11 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 6 صواريخ من القطاع اعترضت 5 منها منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.
انطلق اجتماع مجموعة بوخارست 9 لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو في بولندا بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف إظهار الدعم الأمني لها بعد أن علقت موسكو مشاركتها في معاهدة أساسية للحد من انتشار الأسلحة. وقال بايدن في كلمة له قبل الاجتماع أن الرئيس فلاديمير بوتين أخطأ بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية. وخصص اجتماع الجناح الشرقي للحلف لبحث دعم أوكرانيا وتأكيد الالتزامات المتبادلة داخل الناتو. ويضم الاجتماع دول من وسط وشرق أوروبا وهي بلغاريا وجمهورية التشيك وإستوانيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ويقول الكرملين إنه يعتبر حلف شمال الأطلسي الذي قد يتوسع قريبا ليشمل السويد وفنلندا تهديدا وجهوديا لروسيا. ضربت عاصفة شتوية كبرى السهول الشمالية والغرب الأوسط الأعلى في الولايات المتحدة مع رياح شديدة وثلوج كثيفة، مما أجبر مئات المدارس على الإغلاق وإلقاء مئات الرحلات الجوية. وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وثلجية ورياح قوية لمناطق واسعة في غرب وشمال وسط الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سنتيمترا وسرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق. وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا. وحث مسؤولو المرور في مينيسوتا ونبراسكا وجنوب وشمال داكوتا سائق السيارات على القيادة ببطء أو الابتعاد عن الطريق تماما خلال اليومين المقبلين. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. دعوة لتطور قدرات المرأة. دعم الصوم في أقرداد. نجاح التشجير في عد مركجة. الجفاف الحاد يهدد منطقة القرن الأفريقي بمجاعة. إسرائيل تنفذ قارات جوية على قطاع غزة قضاة عملية عسكرية دامية في نابلس. بايدن يؤكد أهمية الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة مع روسيا. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.